السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعيني على قناة المصري لتعليم سيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. طبعا غايب عنكم بقالي فترة، النيل كان زايد قوي وقلنا ما حدش ينزل. النيل بدأ ينزل وان شاء الله اهم حاجة ان احنا بقى نجيب سمك عشان الناس تتشجع وتنزل ان شاء الله. ربنا يكرمنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، والله الدعوه دي انا بديها على طول، ربنا بيكرمنا بيها. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا رب، ويرزق الجميع. فالنهارده ان شاء الله الميه نزلت، يعني ما هو مش هقول نزلت كتير، نزلت لها بتاع 50 سم. سواء الله وبركاته، نزلت لها بتاع 50 سم بس. ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد منها سمك باذن الله. ونقلب الكاميرا ونشوف منظر الميه ونشوف الميه بقت فين. وان شاء الله دعواتكم لينا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجبر النهارده ونتراضى. هي القعده بتبقى حلوه، قعده الميه لوحديها دي مزاج لوحديه، بس طبعا لما يكون في سمك وسمك كويس بتبقى القعده احسن واحسن. يلا نقلب الكاميرا ونشوف الميه. صلاة النبي عليك يا حود، اللهم صل على النبي. صلاة النبي، حط على ايدك كده عشان يبان يا باشا. ادي السمك يا جدعان اهو. الله اكبر عليك يا حود. صلاة النبي. صلاة النبي المصري. هندلع النهارده المعشوقه باذن الله. تحياتي لجروب سيد السمكيه في احسن النيه، ونزلنا ارض الملعب وندلع الدنيا. صلاة النبي يا جدعان اول استفتاحنا اهو. صلاة النبي اول استفتاحنا اهو. نطلع العياشه ونقول يا هادي هننيمه كده ايه على الشنطه. النهارده كام يا حوده؟ النهارده كام؟ النهارده 10. استنى احسن السمك هيروح في الميه. يطلع كده يقعد كده ايه، طلع العياشه ونظبط نفسينا. لا خليك يا حاج. صلاة النبي. ليه يا باشا؟ انا كده. صلاة النبي يا رجاله. تلاميذنا بيفكرونا عجزنا، والمصري نزل الملعب والنهارده 10-11 وتلاميذنا بيفكرونا عجزنا. الخامس اهو. يلا يا ابني نام لما ايه احطك في العياشه اهو. تلاميذنا اللي بيفكرونا عجزنا، هنفضل ابطالها لحد ما نبطلها. تحياتي لكل جروب سيد السمك غيه في احسن النيه وقناه المصري لسيد السمك بالصناره والملقاوي اهو. ده السمك الملقاوي اللي بنسميه عليه الشامي او الفطاط. البولت ملقاوي والفطاط او شامي، هو ده، او الفرادي. هو ده السمك اللي بيتقال عليه الكلام دوت. ده نوع من انواع البولتي. ده شقي جدا 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 جدا، وهتحلو. وبقول لك هنفضل ابطالها لغايه ما نبطلها. قال له تلاميذنا بيقول علينا عجزنا. لا، المصري لما بينزل الملعب بيقول. ومعاه مين؟ بصحبه محمود الحداد اللي مولع الدنيا، واروح اصوره الوقت وهو ضارب سمك. عيشته بسم الله ما شاء الله زي الفل. ربنا يبارك له يا رب. صلاة النبي عليك يا حوده. صلاة النبي عليك يا كبير. صباح الفل يا مصر. فل يا حوده. والقطه اللي قاعده منورانا. عايزين بقى نجيب لها سمك مع المصري. حبيبي يا حوده. الف كشفك عشان تبان يا حوده. الف كشفك عشان انت تبان، عشان الناس ما شفتكش. صلاة النبي عليك يا حوده. ونفضل ابطالها لغايه ما ايه ما نبطلها. وتلاميذنا بيفكرونا عجزنا. حبيبي يا مصر. حبيبي يا حوده. يلا بالصلاه على النبي. صلاة النبي احسن. استنى نحط دي مع ديت كده. المصري والرزق العالي. بالصلاه على النبي. وهنفضل ابطالها لغايه ما نبطل. ضاربين مع بعضينا احنا الاثنين اهو. معلم هنفضل ابطالها يا محمود لحد ما نبطلها. هنفضل ابطالها لغايه ما نبطلها. وتلاميذنا بيفكرونا عجزنا. وتلاميذنا بيفكرونا عجزنا. واحلى سهره 10-11. صلاة النبي احسن يا رجاله. مستنيك من بدري يا باشا. المصري دلع الدنيا. هنفضل ابطالها لحد ما ايه بس يا تروح الميه. بس هتروح الميه لحد ما نبطلها. بص السمكه بتاكل ديلها، والله بتاكل ديلها يا محمود. كان هجيبها قشر ولا حاجه اهو والله. بص بولت عامل ازاي. صلاة النبي احسن. قام بقى كده بقى عشان ايه. مساء الفل على اجدع اصدقاء، وتحياتي لكل حبايبي في قناه المصري لتعليم سيد السمك بالصناره. طبعا النهارده 11 وطبعا انا بعيد عنكم فتره كبيره بحيث ان المايه كانت زايده وما كانش ينفع ان انا انزل اعمل اي فيديوهات. الناس طبعا بتحب تشوف السمك وبتحب تعيش مع اللحظه وكلنا يعني بنحب الصيد بس السمكه لما تكون بتاكل بتبقى احلى واحلى.
عشان كده نزلت النهارده، جيت من الشغل نزلت النهارده. والله انا مشغول ما اقولكوش قد ايه، عندي مشاكل في الشغل كتير وربنا يعين الجميع. فقلت لا هنزل النهارده صباح الجمعه وانزل ونشوف الميه ونطمن الناس الميه عامله ايه. طبعا الميه زي ما قلت لكم في بدايه السهره الميه خست، المصطبه العياش على المصطبه اهي. الساعه الوقت 10 ونشوف الناتج بتاعنا. الصلاه على النبي اهو. ادي السمك، اي رصيف يا جدعان السمكه واكله عليه، اي رصيف سرع عليه السمكه واكله عليه. البولت كله تقيل بسم الله ما شاء الله، يعني هو شر حلو. ما نقول بقى تقيل وبتاع و2 كيلو ومش 2 كيلو والكلام ده، لا السمكه كويسه اهي. والساعه 10 وطبعا انا هقعد شويه كمان ونقوم نتكل على الله. والسمكه بتاكل والله يعني، بس يعني مش هقول لك انها بتاكل عداير فله، لا هي عايزه الملغيه. طب هلغيها ازاي؟ السمكه لازم تسرح غمازك وتسند عليه قوي، مش تسند عليه وخلاص، تسند عليه قوي تمشيها غرزه، يعني تخلي الغماز ماشي. يعني انا طبعا مفيش حد يصور فاعذروني، الغماز بيبقى ماشي واحده واحده، انت اللي بتمشيه بايدك لحد السمك ما يضرب ايدك كده، تسند عليه وترجع بايدك تبص يداس عليك تاني، اضربه واشكمه هتلاقي السمك معاك. طبعا انا ضيعت سمك كتير لان كنت نفسي اصور لكم الغماز والسمك بيطلع من الميه وبيبقى لحظه حلوه. وان شاء الله السهره الجايه لو حصل ظروف وعرفت برضو ان احنا نزوغ من الشغل شويه نجيب حد من زمايلنا يصورنا. طبعا انا معايا الاخ محمود زميلي محمود الحداد، بس طبعا الراجل ملوش في التصوير، فعرضت عليه نصور قال لي لا ما صورتش قبل كده. فاعذروني النهارده ان احنا كنا نفسنا نشوفكم اللبلوب بيرقص اللبلوب والفسفوره بترقص. وطبعا احنا كلنا في قناه المصري هنفضل ابطالها لحد ما نبطلها. وتلاميذتنا بيقولوا علينا ان احنا عجزنا، احنا ما عجزناش، احنا نزلنا الميه ونطمن الجميع. لا الميه حلوه، عايز اللي يشغلها، عايز الملغيه. طبعا انا شغال بدود الارض، لا ماده حمراء ولا ماده زرقاء، سيبكم الكلام ده كله كلام في الاونطه. يعني ممكن ينفع في البلد اللي هو فيها ينفع في ترعه لكن في النيل ما ينفيش الكلام ده. يعني كان معلش يعني هقول ايه، بس هي ارزاق بتاعت ربنا، احنا ما بنحبش حد في رزقه. بس وجهه نظري اللي الناس سالتني فيها، لا انا ما اشتغلتش بيها ولا عمري هشتغل بيها. الفن انك انت تاكل السمكه، انك تعرف تاكل السمكه، انك تعرف ترد على السمكه. بسم الله ما شاء الله السمكه زي ما قلنا زي الفل. وان شاء الله على اخر السهره ممكن يبقى احلى من كده كمان. يعني انا كمان لسه هقعد لي كمان ساعتين نشوف العياشه عامله ازاي. لا لسه هقعد لي كمان ساعتين، يعني ممكن اقعد ل 12 ولا واحده. لا السمكه هتبقى احلى واحلى ان شاء الله. تحياتي ليكم جميعا واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. وزي ما قلنا سرح غماء، ولو ارض طينه، لا الارض الطينه تاكل احسن كمان من الحجر. هنا يعني مفيش اراضي طينه، لان لو جروف واطلع قبلي الشراف قبلي اصغر من دي، بس الكميه لا ممكن تجيب لك 20 كيلو 15 كيلو. اهم حاجه انك انت تعرف تشتغل، يعني مش انا مش بقلل من حد ولا بتاع، لا اهم حاجه انك انت تعرف. الميه كلها بتاكل والله. اي دور السمكه هتنزل، لا الميه كشفت، الجزر كشفت، فالسمكه في الميه كتيره، فجاريه على الحجر، جاريه على الجروف اللي هي ايه عليها حمول، اللي هو الحشائش الميته. هتلاقي الجروف دي مليانه سمك، تلاقي سمك عليها بالطرناطه، يعني لما تنزل عليها تلاقي الطعميه بتتاخد منك على طول على طول على طول. فالجروف الطينيه لا في الجو البرد ده احسن. والجو طبعا عيبه النهارده، يعني كان ممكن يبقى احسن من كده، عيب ان الجو النهارده ما فيهوش نسمه هواء. الناموس كلنا الجو، لو المايه مشخلله شويه مش صلبه زي ما انتم شايفين كده، المايه صلبه خالص ما بتهزش، كنا خدنا سمك احسن من كده. عشان كده احنا بناكل السمكه، بنقعد ننورها. لما السمكه تاخد الطعميه هناخدها من بقها تاني ونرجع نديها لها تاني ونرجع ناخدها تاني ونرجع نضربها، يعني نضربها على شكومها. ده المقصود من كلامي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعيني على قناه المصري لتعليم صيد السمك بالصناره وعلى جروب صيد السمك غاية. طبعا انا كنت مشتاق ان انا انزل الميه خست كتير وبتخس واحنا قاعدين، وتلاميذنا قالوا علينا عجزنا، بس احنا برضك ايه لسه برضك فينا الرمق. لا والله النهارده الفايبر اترقص كتير قوي، رقصنا اللبلوب كتير الحمد لله والشكر لله. طبعا نوريكم الحصيله، وكان نفسي طبعا عبده اللي بيصور ده يبقى كان معايا في السهره دي، كان يتمتع، وان شاء الله يبقى يطلع معايا في الايام اللي جايه ديت. وطبعا احنا هنفضل ابطالها لغايه ما نبطلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه الشريتين خدناهم اهم. طبعا الساعه 1:30 دلوقتي انا طالع من على البحر الساعه 1، طبعا جنب البيت على طول.
طبعا هتلاقي السمك كله ايه صافي ان شاء الله. طبعا اللي راح ما بيتحسبش. نزلت الميه خدت سمك كتير كان بيقع، ان السمكه برضه تمس الميه بتخف، السمكه بتاكل بخوف، السمك بياكل بخوف. ادي يا جماعه السمك اهو، عشان برضه ايه السمك صاحي برضه اهو، السمك الدنيا بيتاكل السمك اهو، عشان برضه ايه لسه تعورين. بس ادي السمك يا جدعان اهو، عشان برضه يبان حجمه. الاحجام اللي بتاكل ايه واحجام اكبر، سمك احجامه كبيره كده وقعت معايا، بس طبعا مش واخد ملقاف معايا ومش عامل حسابي، تعوض المره الجايه. طبعا السمكه اللي بتاكل على تسريح الغماز، انا كنت قاعد على رصيف حجر، ولو قاعد على الارض طاميه كانت هتاكل احسن. ليه؟ لان الجو بدا يبرد. طب اللي كان يعيب النهارده الجو ايه؟ انا كنت ممكن اخد اكتر من كده 10 مرات، لان الميه بتنزل فالسمكه كلها جايه من عجوز وبتجري بتقابل الطعمايه. فايه اللي اثر معانا النهارده؟ اللي اثر معانا النهارده ان مفيش هواء خالص. الميه زيت، الميه من ماشي شويه لا كانت هتاكل احسن من كده كمان، والسمكه كانت هتبقى عندها اقبال على الطعميه، والسمكه بتاخد الطعميه بخوف. فلازم انت تستفزها. هتستفزها ازاي؟ اخد اسحب الفله عليا شويه كده، الاقي السمك بيضربني، اريحها بالراحه بالراحه بالراحه، اروح ساحبها عليا تاني، داس عليه الجامد، اريحها له بقى شويه، هتبص شرب الفله، شرب الفله يعني نزل بالغماز، شرب الغماز نزل بالغماز، رد عليه بالراحه كده شكمه بسيطه وجمع ورقص لبلوبك. حصيله بسم الله ما شاء الله زي الفل، سمك زي ما انتم شايفين كله اهو. فان شاء الله تتكرر تاني. النهارده 11 لا 10 11 سهره 11. فان شاء الله لو عرفنا ناخد يوم تاني اجازه ننزل برضو وان شاء الله يكون قعدوا معايا بقى ونعمل لكم فيديوهات حلوه بتسريح الغماز، والغماز بيتضرب ازاي وازاي بسند عليه، واهم حاجه غرزه 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 غرزه. يعني ايه؟ يعني الفله دي ما تسيبهاش تمشي مع الميه على طول، انا اللي همشيها، انا اللي اديها لها واحده واحده، انا اللي اديها لها واحده واحده، انا اللي اديها لها واحده واحده لحد السمك ما يضرب ايدي، اسحب وزي ما قلنا اسحب هيضربني تاني، راح اديها له تاني. استفزاز، ده بنسميه استفزاز للسمكه عشان تاخد طعمها حلو. لا حنبولي ولا حبر ازرق ولا حبر احمر، انا بس ليا تعقب على الموضوع دوت عشان نتكلم فيه، لان ما ينفعش فيه الكلام اللي هم بيقولوا عليه حنبولي ومش حنبولي. هي ارزاق الناس كلها، الناس بتاكل عيش. السمك صباح ازاي جاي اهو، بقاله نص ساعه طالع من الميه، والسمك عندي ازاي. الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعيني على قناه المصري وعلى جروب سيد السمك ليا. فني دايما نحسن النيه هنلاقي السمكه مستنيه.